مرحبا بكم في عمق الحدث. سامي الفهري رئيس قناة خاصة في تونس اسمها التونسية حكم عليه بالسجن منذ أكثر من 100 يوم بتهم لها علاقة بعمله سابقا كمنتج برامج مع القناة الوطنية التونسية. أعلى سلطة في الهرم القضائي في تونس محكمة النقد المعروفة بمحكمة التعقيب في تونس أمرت بإطلاق سراحه منذ 28 من شهر نوفمبر الماضي، ولكن النيابة العمومية رفضت الطلب وظل في السجن فدخل في إضراب عن الطعام. نتابع تقرير صفوان قريرة من تونس. منذ أن دخل سامي الفهري مدير قناة التونسية في إضراب كامل عن الطعام، وشقيقته سلمى لا يهدأ لها بال. هذا الصباح كانت لها زيارة لأخيها في السجن لثنيه عن مواصلة الإضراب، لكنها محاولة باءت بالفشل أمام حالته النفسية المتردية. حالته النفسية حالة إنسان اللي 4 أشهر في الحبس ويستنى في قرار المحكمة، وكي يخرج قرار المحكمة وتقرر أنها تطلق سراحه يقف قدام باب الحبس ويستنى فاميلته لبرا ويقولوا له لا سامحنا باش نعاودوا نرجعوك لبيتك. دونك هذه وضعيته النفسية. على مقر قناة التونسية تخيم أجواء حزينة. نوفل الورتاني هو من أبرز المذيعين في هذه القناة، وهو يرى أن القضية سياسية بامتياز، فسامي الفهري في حالة احتجاز غير قانونية لا ريب. اليوم كل الساحة السياسية اتفقت على أنها قضية متسيسة وأنه سامي الفهري محتجز في السجن. بلغ مرحلة كبيرة من اليأس. يقول محكمة التعقيب اللي هي أعلى سلطة قضائية تصدر قرار سراحي وترفض النيابة ورئيس النيابة سيد وزير العدل إطلاق سراحي. ماذا أنتظر أكثر؟ سابقة في تاريخ القضاء كلام عار عن الصحة برأي وزارة العدل، فإن كان صحيحا أن قرار التعقيب نقض حكم دائرة الاتهام وذلك يشمل بطاقة الإيداع بالسجن، فإن محكمة التعقيب لو شاءت لصرحت بالإفراج، وهو ما لم تفعله. لو أذنت المحكمة في قرار شرح بإيقاف التنفيذ لتم تنفيذه، رغم اللي هو عند كل المختصين في القانون مخالف للقانون. يعني أنت ما كريت بلي أنه هذا كانت فما مشكلة في التنفيذ، يا سيدي أذن أنت بالإفراج وسنفرج عنه. القضية قانونية شائكة، لكن ما قيل حول عدم تصريح محكمة التعقيب بإطلاق سراح الفهري نظرية لا يفهمها أخصائي القانون، ولا سيما مبروك بن موسى رئيس أول سابق لمحكمة التعقيب الذي يرى أن قرار النقض لا يحتمل تأويلا. أما ما يقال من المحكمة محكمة التعقيب يجب أن تصرح بإطلاق سراحه، فهذا يعني يستوعبه القرار، يستطيع النقض الشامل، يعني العودة إن كان حرا يعود إلى حريته وإن كان موقوفا يبقى في إيقافه، وبما أنه كان حرا فيستعيد حريته. عائلة سامي الفهري أعلنت أن حالته الصحية في تدهور. الخميس ينظمون وقفة تضامنية ضد ما يقولون إنه تسييس لحكم القضاء وضد من يرى أن للسياسة أحكامها. معي من تونس عبد العزيز الصيد وهو محامي سامي الفهري. عبد العزيز الصيد، قرار مسيس برأيك؟ بالتأكيد أخي توفيق هو قرار مسيس. أكبر دليل على ذلك هو أن جميع رجالات القضاء والقانون في تونس متفقون اليوم على أنه منذ يوم 28 نوفمبر 2012 منذ أن حكمت محكمة التعقيب بالنقض الكلي لقرار دائرة الاتهام، فإنه كان على النيابة العمومية الإفراج على سامي الفهري، ولكنها لم تفعل. تعللوا يومها بكون القرار غير واضح، قالوا ربما يكون قرار محكمة التعقيب منصبا على قرار دائرة الاتهام دون بطاقة الإيداع، فأصدرت محكمة التعقيب قرار شرح واضح مكتوب بلغة عربية سليمة تقول أن النقد مسلط أيضا على بطاقة الإيداع، بالتالي لم تبقى هناك حجة. فكنتم تستمعون إلى السيد مبروك بن موسى، يعني وهو كان رئيس أول لمحكمة التعقيب. طيب عبد العزيز السيد لنكن عمليين. ما العمل الآن؟ نعم. ما العمل الآن؟ إذا إن كان هذا القرار هو دخل في إضراب عن الطعام، في تونس يقال إضراب جوع ولكن إضراب عن الطعام. طيب ما الحل؟ وهناك شبكة أيضا تضامن معه من قبل بعض الإعلاميين ومن قبل بعض الشخصيات في المجال الفني وحتى بعض النواب في المجلس التأسيسي، ولكن عمليا قانونيا أنت كمحامي ما الذي يمكن لك أن تفعله؟
يا سيدي قرار الإضراب عن الطعام كما تقول هو حركة احتجاجية. طيب. نحن لم نترك بابا إلا وطرقناه. طيب. نحن تقدمنا بشكاية ضد ممثل النيابة العمومية وكل من سيكشف عنه البحث من أجل احتجاز شخص قانوني في السجن دون موجب. نحن قدمنا العرائض، تظلمنا لوزير العدل، قابلنا كل من يمكن مقابلته من المسؤولين، يعني هم يرفضون الانصياع لحكم المحكمة. أنا أقول أن أي دولة تحترم القضاء ولا تتدخل في شؤونه تطبق قرار المحكمة مهما كان. سبحان الله، نحن احتكمنا إلى المحكمة، المحكمة قضت بوجوب الإفراج عن سامي الفهري، لابد من الإفراج عنه. يعني لا يحق لا لوزير العدل ولا لممثلي النيابة العمومية الذين يأتمرون بأمره أن يرفضوا الإذعان لهذا الحكم. طيب، التهمة الموجهة إليه بالضبط، هل بات بطلان التهم الموجهة؟ لأن القضية تتعلق بعلاقة بشركات كانت تقوم بدعاية في هذه البرامج مع القناة التونسية، يعني صحة الكلام بأنه استفاد من حضور الطرابلسية في هذا الإطار. أخي توفيق، هذه سياسة السيد وزير العدل في تصريحاته، كلما يسأل عن الموضوع يعني يتجنب الخوض في النقاش القانوني حول احترام قرار محكمة التعقيب ويذهب إلى الأصل ويقول هذه قضية فساد، قضية نهب مال. يا سيدي طيب عبد العزيز سيد لنحاول أن نفهم، هي القصة في 10 دقائق حملات دعائية تمت الاستفادة ب 25 دقيقة، إذا فارق ربع ساعة، هكذا أم لا؟ نعم هو هكذا، ولكن أنا أقول ليس هناك مانع من المحاسبة. راو الإفراج على سامي الفهري لا يعني عدم محاسبته. إن كان مذنبا سيقول القضاء بأنه مذنب، إن كان مطلوب منه إرجاع المال سيأذن القضاء بإرجاع المال، لا مفر من المحاسبة. ولكن اليوم بما أنه هناك قرار تعقيبي، أعلى هيئة قضائية في تونس تقول يجب الإفراج عنه، يجب احترامها هذه الهيئة، يجب احترام قرارات القضاء. السلطة التنفيذية ليس لها الحق في عدم احترام قرارات القضاء، لأنه ليس من حقها التدخل في شؤون القضاء. بكل بساطة إذا كانت السلطة التنفيذية تحترم نفسها وتحترم القانون وجب عليها تطبيق قرار محكمة التعقيب، وليس لها حق الاجتهاد فيه أو نقاشه، يجب أن تنفذ هذا القرار. عبد العزيز السيد، يعني ما صحة الكلام بأن سامي الفهري نقل من جناح إلى جناح مع سجناء حق عام؟ يا أخي مع أنه هذه بالنسبة لي تفاصيل، راهو ينجم يكون في أي جناح فهو مواطن تونسي، وإذا دخل السجن فلا مجال للمطالبة بتمييزه عن غيره. ليكون في أي جناح ليس هذا إشكال، ليموت جوعا ليس هذا إشكال، ليحاسب ليس هذا إشكال. نحن مشكلتنا قضيتنا أن السلطة التنفيذية لم تحترم قرار محكمة التعقيب. طيب كيف يمكن، طيب أنت كمحامي كيف يمكن أن نتحدث عن إصلاح القضاء وعن استقلال القضاء في مثل هذه الظروف؟ أنت كمحامي وأنت يعني من صلب المهنة. صراحة ما وقع من إجراءات غير قانونية في ملف الفهري يدل على أن هناك محاولات للتأثير عن القضاء، ولكني أستغل هذه المناسبة وأحيي قضاة محكمة التعقيب رغم كل المحاولات قضوا بحسب ضميرهم وحسب القانون. لكن بالنسبة لأعضاء النيابة العمومية تعرف سيادتك اللي هم مرؤوسين من السيد وزير العدل، صحيح. واللي هو بالقانون، يعني هذا هو القانون التونسي، فإذا هو بمقدوره أن يملي عليهم تعليماته، وهذا ما وقع في هذه القضية. نحن نرجو أن تعود الأمور إلى نصابها، وأن يقوم السيد وزير العدل بتطبيق الإجراءات الصحيحة، وأن يصدر تعليماته لتنفيذ القرار التعقيبي. راهو كل ما يقع من بعد محاولات ترقيعية بواسطة دائرة الاتهام أو الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف، هذا كله لاحق. المصيبة والمشكلة الأساسية في عدم تنفيذ القرار التعقيبي. منذ 28 نوفمبر 2012 الفهري محتجز في السجن بدون موجب قانوني. طيب باختصار شديد، يعني كل ما يروج في تونس نقوله إليك، ما صحة العلاقة بين هذا التعامل مع سامي الفهري وبرنامج القلابس على قناة التونسية؟ يا أخي أنا لا أدخل في التأويلات، أنا رجل قانون، أرجوك اتركني في مجالي، مجال القانون. السياسة لا أريد الحديث فيها. طيب عبد العزيز السيد محامي سامي الفهري، كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لك.